طبعا بما ان محمود عاشور حكم الفار اللي كان موجود على ماتش الاهلي وبيراميدز كان طالع رحله، فطبيعي ان هو طالع رحله بقى ياخد حد من ولاده معاه. وده اللي هو عمله فعلا، ان خد ابنه معاه. ومش بس كده كمان، رغم ان كل التعليمات سواء من الاتحاد الدولي او غيره منع ان يتواجد اي حد في غرفه الفار وما يكونش موجود وليه اي دور، لكن هو خد ابنه ودخله غرفه الفار عادي بالمخالفه لكل القوانين. مش بس كده، الولد بعد ما خلص الماتش راح ودخل في المكان المخصص لغرف خلع الملابس للاعبين. ولما الامن فكر ان هو يتعامل معاه ويمنعه من ان هو يكون موجود في المكان ده عشان يتصور مع اللعيبه وغيره، طبعا بقى اعتداءات وبالفاظ ما هياش يعني ايه طليق خالص. طب السؤال هنا يعني كان ممكن يعني يطلعوا رحله تانية، لكن انت عارف ان ماتش فيه قلق زي ده مش المفروض ان انت تاخد ابنك معاك، لا بيني وبينكم لا في الماتش ده ولا في غيره. لكن زي ما قلت لكم في البدايه، طالما طالع رحله فعادي بقى.